وفي باريس نظم عدد من أبناء الجالية المصرية هناك مظاهرة أمام مقر السفارة المصرية في باريس للتعبير عن دعمهم للجيش المصري ورفض الإرهاب والاعتداء على دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس في مصر. مراسلنا في باريس رصد المشهد في التقرير التالي. لا المطر الباريسي ولا عطلة نهاية الأسبوع حالا دون تلبية أبناء الجالية المصرية في فرنسا دعوة حركة ميدان التحرير باريس للتجمع أمام مبنى السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية تعبيرا عن الدعم للجيش ورفض الإرهاب والتدخل الأجنبي في الشؤون المصرية. حركة ميدان التحرير دعينا المسيرة النهارده في باريس علشان خاطر نندد بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري، وبنطالب المجتمع الدولي بان هو يوقف الدعم لجماعة الإخوان، لان جماعة الإخوان جماعة مسلحة، وبنطالب كمان منهم بإدراجهم كجماعة إرهابية على قوائم الجماعات الإرهابية المسجلة عنهم. بنطالب في الداخل ان جماعة الإخوان يعني يتم حظرها ويتم وقف مصادر تمويلها. من أمام السفارة انطلقت مسيرة تضم المئات من المشاركين بحماية رجال الشرطة الفرنسية رافعين يافطات تعبر عن مطالبهم ومرددين هتافات تؤكد على نبذ العنف والإرهاب وعلى إعلاء شأن القانون. وعند وصول المسيرة إلى ساحة حقوق الإنسان التروكاديرو أقيم تجمع تخلله بث أناشيد وطنية وتوالى المشاركون على تقديم الدعم للجيش المصري. احنا كل المصريين اللي في فرنسا جايين النهارده عشان ندعم الجيش المصري والمصريين كلهم بجميع طوائف الشعب. بنقول لهم احنا كلكم احنا معاكم، وبنطلب من المجتمع الدولي ان هم يدعموا الجيش المصري ويدعموا المصريين في حربهم ضد الارهاب. انا بقول للمجتمع الدولي كله ما تدخلش في الشؤون الداخليه لمصر، ومصر تعرف تجيب حقها وتجيب حق وتجيب حق الشهداء اللي ماتوا، ونقول تحيا مصر. المشاركون طالبوا ايضا بالتحرك باتجاه العواصم الاجنبيه وباتجاه الاتحاد الاوروبي تحديدا لحث على وقف دعم عناصر الاخوان وكل انواع الارهاب. نرجو من كل مواطن مصري جوه مصر وبره مصر وفي العالم كله انهم ينقلوا الميل بتاع كاترين اشتون عشان يبعتوا لها رساله يقول لها ان دول مش اخوان مسلمين، دول اخوان مخربين، دول اخوان ارهابيين. المنظمون اعلنوا تصميمهم على متابعه تحركاتهم والدعوه الى تجمعات ومسيرات جديده. أيا تكن انتماءاتهم او توجهاتهم، فان الذين شاركوا في هذا التحرك وجهوا رساله واضحه للاسره الدوليه مفادها ارفعوا ايديكم عن مصر ونحن ادرى بشؤوننا. أندري مهاوج، التلفزيون المصري، باريس.